انت راجل محترم يا ناصر، وانا شخصيا مبسوط منك. وعلى فكرة انا عايز اقول لك ان الداخلية لا يمكن تقدر تقوم بشغلها صح الا بمساعدة الناس الكويسة اللي زيك. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. بس انا برضو زعلان منك قوي يا ناصر. من هنا يا باشا؟ طبعا كان لازم تيجي قبل كده، ايه اللي اخرك قوي كده؟ طب والله العظيم يا باشا انا كنت عاوز اعمل كده، بس ناس كتير خوفوني، قالوا لي خليك بره الموضوع ده احسن. خوفوك من ايه بس؟ طب ما دي انت جيت وقاعد اهو معزز مكرم وبتشرب الشاي كمان، حد داسلك على طرف؟ خالص يا باشا خالص والله. المهم كمل. بس يا باشا هي جات الكافيه وما طلبتش حاجه، ولما سالتها قالت لي ان هي مستنيه حد، وبعدين جالها تليفون قامت مشيت على طول. طب انت متاكد يا ناصر ان هي دي؟ والله العظيم يا باشا والله العظيم هي. حضرتك لو مش مصدقني هي متصوره على كاميرات الكافيه. ايه ده؟ وانتوا عندكم كاميرات في الكافيه؟ ده حاجه عظيمه قوي. باشا طبعا انت عارف حضرتك الزبائن بيتسرقوا، اللي بيتسرق موبايله واللي بيتسرق مفاتيح عربيته، فصاحب الكافيه قرر ان هو يركب كاميرات. انت حضرتك عارف الصيني بقى خلى حوار الكاميرات بملاليم. ولاد عفاريت الجماعه الصينيين دول. ايمن بيه تعالى لي من فضلك. بس بص بقى يا ناصر. ايوه يا باشا. انا عايز زي ما الجماعه اللي حصلت لهم حاجات بايخه في الاقسام بيطلعوا يقولوا ده حصل وحصل، انت كمان تطلع وتقول اللي حصل معاك هنا بالظبط. حاضر حاضر يا باشا. انا مش بقولك يعني ان الداخليه كلها ملايكه، لا، بس برضو مش كلها شياطين. مظبوط يا باشا مظبوط والله. ادخل. امورني سعادتك. ايمن بيه من فضلك انا عايز تاخد ناصر وتوصله بعربيتك لحد الكافيه اللي هو شغال فيه، وفي نفس الوقت تجيب لنا شرايط الكاميرا اللي متسجل عليها من يوم الحادثه والاسبوع اللي قبله كله. اتفضل. تمام يا باشا. اتفضل يا عم. السلام عليكم فندم. السلام ورحمه الله. السلام يا ناصر. يوه ما تبطل لت بقى، انا مش ناقصاك. يا ست الكل انا مش بهري وخلاص، الحوار ده يخصني زي ما يخصكم بالظبط. ليه بقى يا روح ستك؟ لان لو اللي بيحصل ده ليه علاقه بشغلنا يبقى هيلطني انا كمان. وانت خايف من ايه؟ ده احنا لا نعرف لك بيت ولا اهل. صحيح انا اهلي كلهم في البلد ومحدش يعرف طريقهم، بس الامر ما يسلمش. وبعدين لو الحوار اللي احنا شغالين فيه ده خطر قوي كده يبقى الفلوس اللي احنا بناخدها دي ملاليم ولازم تزيد. مش لما يبقى في شغل اصلا يا هبل؟ ما كل حاجه وقفت اهو. هيبقى فيه، بس ساعتها بقى انا مش هحط ايدي في الشغلانه دي غير لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وانا ما عنديش حاجه افهمها لك، سيبني بقى علشان انا فعلا مش ناقصاك. غور. ماشي، انا الحق عليا اللي عملت باصلي وجيت اطمن عليك،